بص، خلينا نكون واقعيين ونقول ان محدش كان ممكن يتوقع انه منتخب مصر يخرج بالاداء دوت قدام اسبانيا. ما كانش حد ممكن يتوقع ان اللعيبه ديت اللي هي كانت في افريقيا ما فيش من كام شهر، يعني انت شايفها ان هي ما ادتش اللي عليها، طلعت قدام السنغال. خرجنا من ماتش كان ممكن وكان المفروض ان احنا كنا نلعب افضل بكتير قدام السنغال، وبالتالي كنا ممكن نعدي للنهائي. ولكن انت قدام فرقه هي يعني ما زالت، انا بشوف ان هي ما زالت تتكون، قدام فرقه قدامها وقت عشان تتاقلم مع بعضيها، وعشان يبقى عندك هيرموني بيتجمعوا كل قد ايه وكل فتره، فترات بعيده عن بعضيها، التجمعات مش كتيره. كل دوت مع الوضع اللي احنا وصلنا له دلوقتي مع منتخب مصر والقوه اللي قدر منتخب مصر يحافظ عليها قدام فرقه زي اسبانيا، هي اعتى فرقه في اوروبا، واكبر فرقه في اوروبا كتصنيف عالمي، واكتر فرقه بتحافظ على استحواذها قدام اي فرقه. دخلت اوروبا وخدت يعني اوروبا بصبع جلاس صغير، وقدرت ان هي تاخد اليورو ببساطه. ولافينتي يعني كان او مدرب اسبانيا كان الموضوع بالنسبه له بسيط، دخل خد اوروبا وطلع. فانت قدام تصور ان انت هتنزل الماتش دوت تتاكل علقه، علقه كوره مع علقه اجوان. فانت كده كده يعني احنا ما كناش عاملين حسابنا ان ماتش اسبانيا يعني هيكون فيه اكشن قوي. انت كنت ممكن تكون انت المجني عليك، ولكن المفاجاه اللي حصلت انه حسام حسن بيفاجئك اولا بالتشكيل، بيفاجئك بثبات اللعيبه، بيفاجئك بالجرينتا اللي عند اللعيبه، ويفاجئك بان اللعيبه كلها رجاله وكلها على قلب رجل واحد، وكلهم بيأدوا اداء عالي جدا اولا دفاعيا، وده اللي احنا كنا مفتقدينه من زمان. وهنا عايزين نحط كذا خط على موضوع دفاعيا دوت. انت في العموم في مصر في العموم عندك مشكله اصلا دفاعيه مع الفرق المصريه في العموم كلها. عندك مشكله كبيره جدا مع دفاع الاهلي، وعندك مشكله كبيره جدا مع دفاع الزمالك. عندك مشاكل بالكوم مع دفاع الفرق اللي هو اصلا واخد منها اللعيبه. ولكن سبحان الله ان يتحول اللعيب ده اللي هو عنده مشاكل في الدوري وعنده مشاكل مع فرقته سواء اهلي او زمالك او بيراميدز او غيره، يتحول اللعيب ده من لعيب عنده مشاكل بالكوم دفاعيا للعيب مبهر دفاعيا، متمركز صح، قريب مقرب المسافات، خانق اسبانيا بمعنى كلمه خانق اسبانيا، لدرجه ان اللقطه الوحيده اللي انت كنت ممكن تشوفها في نهايه الماتش ان كل الجهاز الفني بتاع اسبانيا بكل لعيبه اسبانيا اللي على الخط كلهم بيجروا على اخر كوره عشان تدخل جون، وكأن يعني ان هم في كابوس ازاي الكوره ما دخلتش جون. وشوف وجوه منتخب اسبانيا ولاعيبه منتخب اسبانيا بعد الماتش، وشوف الناس ازاي التعادل اللي كان باين